قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. تصريحات خطيرة من كولر بخصوص مباراة سموحة. قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق لم يؤدي بشكل جيد أمام سموحة ولم يتم خلق فرص، وأن هناك أكثر من لاعب لم يكن في مستواه. على مدار سنوات عملي مدربا لم أرى مثل هذه المباراة، هناك إهدار للوقت، ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين فقط، وفي الشوط الثاني تم احتساب 5 دقائق فقط، رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك. ما حدث بخصوص مباراة سموحة كان مهزلة، ما شفتش ماتش زي كده في حياتي. فريق كل 3 دقايق واحد بيجع، وناس بتشوط الكورة لتضيع الوقت، حاجة ما شفتهاش خلال حياتي المهنية، والدنيا متسابة وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. شفنا كاس العالم وازاي طبقوا نظام زيادة الدقايق بسبب الوقت المهدر. دي نصيحتي، مش علشان الماتش ده، لازم يكون في لعب كورة بجد لصالح الكرة المصرية. كما قال أيضا